لا أدري بأيهما أنا أصر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. هضرة كتبورش، خاصة ملي كتعرف أن اللي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل عاش واحد الموقف مهم تعرفوه، ولكن بلاتي بعدا نعرفوا به. هذا جعفر بن أبي طالب، ولد عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سلم مع الوالة، وكان من أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا خلقا ولا خلقا. قد ما الناس كيعجبهم يتفشخروا أنني جلس مع فلان وفلان وكان جمع مع فلان، هو كان عزيز عليه يجلس مع المساكن، كان حنين عليهم، كان كيعجبو يمشي معاهم، كيعجبو يوقف معاهم يعاونهم باش ما قدر، حتى سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المساكين. دعالو الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدوا له كبار الصحابة. عنده مواقف كثيرة، ولكن اليوم بالذات بغيت نهضر على موقف واحد اللي عاشوا فاش مشى في الهجرة الحبشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. فالإسلام اللي بدأ حاربوه الكفار بجميع الطرق اللي يجيو لك على البال، وتم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عدد من الصحابة باش أنهم يهاجروا للحبشة. فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. فما كان عليهم إلا أنهم يهاجروا، ومشاو الصحابة وصلوا للحبشة واستقروا تما. ولكن قريش واش غيخليوها تدوز غير هكذاك؟ غيصيفطوا موراهم عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، فلحقوا بهم الحبشة وهزوا معهم خيار مجبرود الهدايا باش يعطوها للملك ديال الحبشه اللي كان اسمه النجاشي والبطارقه ديالو. فقبل ما يمشيو عند النجاشي مشاو عند كل واحد من البطارقه، كل واحد بوحدو، وعطاو لهم الهدايا ديالهم وقالوا لهم: راه جاو عندكم شي سفهاء من القوم ديالنا، لا هما بقاو على الدين ديالنا ولا هما دخلوا في الدين ديالكم وعملوا لنا الفتنه، فملي نكونوا مع الملك عافاكم ديك الساعه غير قولوا له انه يصيفطوا معنا وبلا ما يطول معاهم الهضره. وعليه مشات الامور ومشاو عند الملك وعاودوا له نفس الكاسيطه. النجاشي بغى يستشر البطارقه ديالو، وتما قالوا له راه عندهم الحق، هادو القوم ديالهم وهما عارفين الحسابات اللي بيناتهم وعارفين شنو يعدلوا معاهم، فغيصيفطوا معاهم. تما النجاشي خاب ظنه في البطارقه ديالو، ما عجبوش الهضره اللي تقالت، فقال لهم: لا بربي لا داهم شي واحد حتى يجيو ونشوف معاهم ونسمع منهم شنو قالوا، عاد ديك الساعه نشوف واش هادو عندهم الحق. اذا كان عندهم الحق ديك الساعه صيفطوا معاهم، ما كانش عندهم الحق حتى واحد ما يقيسهم. فهنا كيبان لك العدل كيفاش خصو يتخاد. ما كاينش غير تاخذ من عند واحد الطرف وتطبقوا على طرف اخر، ولكن ضروري ما يكونوا الاطراف كاملين حاضرين، سواء في المعاملات، سواء في الصداقات، سواء في التعاملات في الحياه اليوميه. دائما هذا المبدا هذا خصو يكون قائم في الحياه ديال كل واحد. ما علينا، عيطوا للمسلمين، المسلمين جاوا مع الدخله غيبان لهم النجاشي والبطارقه ديالهم وعمر بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه في جهه، تقول غا داخلين للمحكمه. فوقفوا وسقساهم النجاشي: شنو هاد الدين الجديد اللي اخترتوا لراسكم؟ لا نتوما دخلتوا في الدين ديالي ولا نتوما بقيتوا على الدين الاباء ديالكم. وتما ما غيتقدم غير جعفر بن ابي طالب. الامور مضبوطه، ماشي اي واحد كيتقدم، وانما في هاد المواقف معروف شكون هو اللي قال لينا. هنا غيقول واحد الكلام موزون بالذهب، كلام مختصر مفيد، فيه تعريف واضح للإسلام في جمل محسوبة. قال له: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث لنا الله رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله نوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من أصنام وأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدا علينا قومنا وعذبونا وفتنونا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. هنا جعفر بن أبي طالب ما خلالهم ما يقول،
عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه لا هما ضربوا في داكشي الاول اللي قال ولا داكشي الثاني، ما جبروا ما يقولوا، لان داكشي اللي كيقول كامل حق، وحتى هما عارفين ان داكشي حق، ما عندهم ما يكذبوا في حتى حاجه من داكشي اللي تقال. النجاشي من جهته تاثر بالكلام والبيان جعفر، وغيقول له واش عندك شي حاجه من القول اللي كيقول هذا الرسول اللي جا. تما جعفر بن ابي طالب غيختار سوره مريم باش يقراها على المسامع بالنجاشي والبطارقه اللي معاه، وتما يقرا عليه من بدايه السوره كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إلى الآية الكريمة فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. هاد الآيات الكريمات كان عندها واحد التأثير قوي على النجاشي والبطارقة ديالو، حتى أنه تقال أن ما جاي يكمل جعفر بن أبي طالب القراءة هاد الآيات حتى كان النجاشي والبطارقة ديالو كيبكي. وتما غادي يقول النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وغيدور عند عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة ويقول لهم غي سيروا فوالله لديتهم من عندي. كلمات قليلة كانت كافية لجعفر بن أبي طالب باش أنه يعرف بالإسلام، أنه يقلب الموازين، أنه يعتقل المسلمين في واحد الموقف لا يحسدون عليه. وفي نفس الوقت هذه الكلمات كتوضح الفهم العميق ديال الصحابه للاسلام والتجليات ديالو في الحياه ديالهم اليوميه. واش حتى حنا عندنا فهم وتصور واضح للاسلام ولا تعقدت الامور علينا ومازال خصنا نخدموا على نفوسنا؟ السؤال كيطرح راسو. والسلام عليكم ورحمه الله.